السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر قنوات السي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم في ملعب مرسول بارك في هذه المواجهة الجديدة في دوري روشن السعودي ضمن مباريات الأسبوع رقم 12. الليلة مباراة تأخرت من يوم أمس وتأخرت أيضا عن بدايتها المقررة في هذا اليوم عند 6 مساء، وذلك بسبب الظروف المناخية. مباراة النصر الطائي المتصدر، النصر الذي يبحث عن تأكيد صدارته وهو الذي يبتعد عن أقرب المنافسين بنقطة واحدة، يريد الابتعاد ب4 نقاط حينما يلعب من أمام الطائي في هذه المباراة في الجولة رقم 12. لكن على الجانب الآخر الطائي وصل إلى مباراة الليلة في المركز السابع من 11 مباراة، فاز في 6 مباريات و5 تعادلات. الطائي بدون أو 5 خسائر بدون أي تعادل في مشواره في 11 مباراة سابقة في الدوري، يبحث عن نقطة على الأقل في مباراة صعبة، يعلم مدى صعوبتها في مباراة الليلة في مواجهته من أمام النصر. التشكيلة بالنسبة للطائي على النحو عن تأكيد صدارته وهو الذي يبتعد عن أقرب المنافسين بنقطة واحدة، يريد الابتعاد ب4 نقاط حينما يلعب من أمام الطائي في هذه المرة أخرى. نصراوية عرضية بمنطقة الجزاء، تاليسكا بالرأس لكن الكرة مبعدة الثابتة. النصراوية تاليسكا يلعب كرة لكنها في النهاية مقطوعة مبعدة، ترجع مرة أخرى للنصر إلى تاليسكا. تاليسكا في محاولة معها صافرة ورمية جانبية ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها بالرأس مبعدة، ترجع إلى لويس غوستافو وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. مرت كرة لويس غوستافو، يعني أصبح في محل ثقة الجماهير النصراوية. مثل تاليسكا انطلق، تاليسكا شق طريقه لكن في النهاية تمكن الدفاع في الطائي من ابعاد الكرة من امام تاليسكا. وسط مطالبات من الجناب على الجهة اليسار، الانطلاق، الوصول في منطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرضية الملعب. موسونا الأول فقط 10 دقائق في حركة جميلة في ملعب المباراة. مشاريبوف في اليمين، انطلاقة، الكرة فيها تغطية، ابعاد. موسونا هذا جهة اللعب إلى محاولة للطائي، تمريرة ما كانت مكتملة بسبب أرضية الملعب المبللة. مارتينيز حاول يعدي، وصلت الكرة لسلطان الغنام والغنام عدى، ما زالت الكرة معه، يعدي من الثاني، خطيرة سعيود بعد كل المرور، بعد كل المهارة، ترجع مرة ثانية للطائي في فرصة. المحاولة عادت باتجاه أوسبينا، ترجع مرة أخرى الطائي مع الكرة مرسلة عرضية في منطقة الجزاء. أوسبي أقصى اليسار مقطوعة إلى بيتي مارتينيز، صافرة فيها التمريرة إلى غوستافو. لا مش طبيعي أبدا كل ما يحدث لتنفيذ المخالفة. بيتي مارتينيز أرسل كرة تماما مشابهة لكرة مباراة. إذا تاليسكا يضيع فرصة إلى مبنزا وسبينا قلت لك أوسبينا وفيها مغامرة كبيرة يا أوسبينا. التسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. حاول موسونا أن يستغل، مدرب والحارس عندهم نسبة كبيرة جدا من التفوق الآن في كرة القدم. لاعب النصر يواسون إلى محاولة إلى تدخل، والكرة تعود مرة أخرى اللي صالح الطريق يحاول في كرة. خيبري عند محاولة صافرة، مخالفة، ركلة حرة مباشرة من النجعي على اليسار، مررت ثم عرضية لم تصل إلى تاليسكا، راحت للخيبري والتسديدة من عبد الله إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله الخيبري تسديدة يسارية مرت إلى ركلة مرمى، تضيع فرصة على النصر إلى كرة مقطوعة، تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز، وتسديدة من بيتي إلى خارج أرضية الملعب. الأرجنتيني سدد كرة رائعة مرت إلى جوا الغنام، سلطان من الجهة اليمين، العرضية، جول هدف أول من تاليسكا، عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة تاليسكا بكل أناقته، تاليسكا بكل رشاقته، غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر
انطلاقة، الكرة ساقطة. يو بعد كده ما في فرصة، لكن في اوفسايد. بعد كده ما في فرصة لك. أخذ كرة في اليسار ثم الكرة إلى وين أحب وين أهيم. انطلاقة للطائي من موسونا وتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة هي حاضرة من أمامه، ثم الكرة إلى بيتي، طالت على بيتي مارتين. تاليسكا جول. هم يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمريرة بدأت من أوسبينا وتاليسكا أنهى هجمة النصر في مرمى الطائي، يسجل الهدف الثاني، ثاني أهداف العالمي عبر تاليسكا من كرة انطلقت وبدأت عن طريق أوسبينا. النصر يحتفل بثاني أهدافه. شوف الكرة من جديد، أوسبينا اللي تحول لشوط المباراة الثاني. لويس غوستافو، صافرة فيها مخالفة، فيها خطأ، فيها ركلة حرة مباشرة. تجلى ركلة حرة مباشرة وتسديدة في حائط صد مقطوعة إلى لويس غوستافو. غوستافو بتمريرة رائعة للويس غوستافو. لا عاد. وتاليسكا بعرضية، والعرضية بعيدة من تاليسكا. ينجح في تغطية الكرة إلى مارتينيز سقوط فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة لمارتينيز الآن عند منطقة جزاء. عرضية باتجاه تاليسكا والراسية من تاليسكا راحت لماشاريبوف إلى تاليسكا، وتاليسكا مرة تاليسكا من الجهة اليمنى يلعب كرة ساقطة في منطقة الجزاء. تاليسكا محاولة عرضية من سامي النجعي وصلت لتاليسكا. تاليسكا متسلل. ركلة حرة غير مباشرة، لنفسه حضور هجومي. تجد أوسبينا حاضر في كامل قوته. كرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. ماجد محمد ممكن تسبب لك كثير من المشاكل. الكرة تلعب في الجهة اليمين، مرت إلى رمية جانبية. كرة ما زالت للطائي والتسديدة لكنها بعيدة. لعبة الركلة الركنية والكرة بالعرض، لكن أوسبينا انطلاقة. سعيود مع الكرة في الجهة اليمنى، سعيود حاول فيها لكن